تعرف ان في مشهد في فيلم عربي اتحضر فيه الجن حقيقي؟ عايز اقول لك ان المشهد ده دخل الجن في كل بيت اتفرج على الفيلم ده، وحصل كوارث كتير بسبب مشهد واحد بس. سنة 1988 المخرج ياسين اسماعيل ياسين قال انا عايز اعمل فيلم رعب زي الافلام الامريكاني، وشايف ان مفيش افلام رعب حقيقية بتتعمل في مصر، فقرر انه يعمل فيلم اسمه عادل ينتقم بطولة عزت العلايلي. مشهد في الفيلم بيجي عالم روحاني بيحضر روح الطفل اللي في الفيلم. ياسين اسماعيل ياسين عشان عايز يعمل فيها مبتكر وعشان الواقعية فما جابش روحاني ممثل، جاب اكبر روحاني في التاريخ، والروحاني ده راجل حقيقي. الراجل اللي في الصورة قدامك ده اسمه السيد الحسين الفلكي، وده ساحر حقيقي خدم الجن طول عمره، كان بايع ابليس وكان شغال بكتب سحر اسود زي الجوهرة وشمس المعارف. نيجي للمشهد بتاع ياسين اسماعيل ياسين، قال له قول كلام يبان ان هو حقيقي بس في نفس الوقت تمثيل، يعني لو هتقول تعويذة اوعى تقول التعويذة كلها. بس الحسيني خدعهم كلهم، قام ساعة التصوير قام قايل العزيمة البراهاتية كاملة، ودي عزيمه من كتاب شمس المعارف. عايز اقول لك ان دي من اقوى العزايم الموجوده. ابتدى يحصل حاجات غريبه ساعه التصوير، زي مصور الفيلم كان يقول غريبه بتظهر في الكادر مش موجوده في الاستوديو. وبعد ما اتعرض الفيلم واحد من طاقم العمل اتوفى، السبب مجهول. ولما الفيلم اتعرض في السينمات كانت الناس في السينمات بتشوف حاجات غريبه جدا، لغايه ما الموضوع عمل صدى كبير والفيلم اتمنع من العرض. ولما الفيلم نزل قريب على كل القنوات كانوا شالوا التعزيمه دي من الفيلم، سابوا بس جزء بسيط. سيد الفلكي ده ليه حوادث كتيره جدا، بس هجيبها لكم في فيلم تاني، بس دي كانت قصه المشهد اللي احنا بنتكلم عليه.